حضرتك لما تضرب ابنك ولا لما تتخانق معاه ولا تمنعه من انه يشوف صاحبه ده، مش ده اللي هيحل المشكله. اللي هيحل المشكله الحل السليم هو ان انا اقعد وافهم ايه اللي كان بيحصل، حصل ليه، وكمان بقاله قد ايه، وايه الظروف اللي كان بيتحط فيها. لانه زي ما بنقول ان الصياد ممكن يكون كبير عن الفريسه، احيانا كتيره الصياد والفريسه قريبين من السن من بعض. واحد ابتدى يتفرج على حاجه، شاف حاجه، سمع حاجه، فقال طب اجرب مع صاحبي، وصاحبه وافق. مش عشان هو عايز كده، عشان اكيد في طعم محطوط في الموضوع. واكتر طعم لقيته منتشر في السن الصغير هو احساس الضحيه انه غير مقبول، غير متشاف، غير مسموع. فلما يجي واحد صاحبه يشوفه ويقبله ويحبه ويبقى لطيف معاه، القبول في حد ذاته له تمن. فبيكون التمن هو ان الممارسات اللي بيمارسوها مع بعض ويجبروا عليها، او ممكن يهددوا: انا مش هصاحبك، انا مش هاخدك معايا، انا مش هحبك، او فنلاقي ان الصياد بيتمتع بالذكاء والفطنه والحكمه والبصيره ازاي يختار الضحيه وانهي نوع من انواع الطعم يتحط للضحيه.